استهل الاحتفال الرسمي بالذكرى 54 لتأسيس الشرطة الجزائرية بكلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، والتي نوه من خلالها بالإنجازات الأمنية المحققة بفضل الإمكانات المسخرة من لدن السلطات العمومية. دعم بلغ أوجه بفضل الاهتمام الدائم الذي أولاه ويوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمؤسسة الشرطية، لما لها من دور جوهري ومفصلي في إرساء قواعد الأمن والاستقرار للوطن وضمان السكينة والطمأنينة للمواطن. كما يمكن اليوم القول بأن ما بلغته مصالح المدير العام للأمن الوطني من احترافية وخبرة بوأها بأن تأخذ لها مكانة مرموقة على المستوى الجهوي والإقليمي، ولعل ذلك ما ساهم ووفر للجزائر احتضان مقر آلية التعاون الشرطي الإفريقي الأفريبول، التي تشكل إطارا لإرساء قواعد العمل الجماعي والتضامن الأمني بين الدول الإفريقية. المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أشاد بالمستوى الكبير الذي بلغه جهاز الأمن الوطني، إلا أن هذا الاحتفال بعيد الشرطة يحمل رسائل هامة، مغزاها الأول والأخير هي مواصلة الجهود من أجل تحقيق أمن نوعي واستراتيجي شامل، والقضاء على كل المعوقات التي من شأنها أن تهدد الوطن في أمنه واستقراره. كما لا يفوتني أن أوجه الشكر الجزيل لقيادة الجيش الوطني الشعبي، على رأسها السيد رئيس الأركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، على دعمه المتواصل لجهاز الأمن الوطني في مهامه وتكوينه ورسكلته وتشجيعه. كما شهد الاحتفال أيضا تقليد الرتب لعدد من رجال الشرطة. كما ميز الاحتفال أيضا استعراضات لفرقة جمهرة العمليات الخاصة بالشرطة. وبالمناسبة تدشين المستشفى الجهوي للأمن الوطني وكذا المركز الجهوي للتشخيص الإشعاعي والتحاليل الطبية والانطلاق الإعلامي للأيام 64 للأمن الوطني. على رأسها السيد رئيس الأركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، على دعمه المتواصل لجهاز الأمن الوطني في مهامه وتكوينه ورسكلته وتشجيع عبد العزيز بوتفليقة للمؤسسة الشرطية، لما لها من دور جوهري ومفصلي في إرساء قواعد الأمن والاستقرار للوطن وضمان السكينة والطمأنينة للمواطن. كما يمكن اليوم القول بأن ما بلغته مصالح المدير العام للأمن الوطني من احترافية وخبرة بوأها بأن تأخذ لها مكانة مرموقة. استهل الاحتفال الرسمي بالذكرى 54 لتأسيس الشرطة الجزائرية بكلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، والتي نوه من خلالها بالإنجازات الأمنية المحققة بفضل الإمكانات المسخرة من لدن السلطات العمومية. دعم بلغ أوجه بفضل الاهتمام الدائم الذي أولاه ويوليه فخامة رئيس الجمهورية هذا الاحتفال بعيد الشرطة يحمل رسائل هامة، مغزاها الأول والأخير هي مواصلة الجهود من أجل تحقيق أمن نوعي واستراتيجي شامل، والقضاء على كل المعوقات التي من شأنها أن تهدد الوطن في أمنه واستقراره. كما لا يفوتني أن أوجه الشكر الجزيل لقيادة الجيش الوطني الشعبي على المستوى الجهوي والإقليمي، ولعل ذلك ما ساهم
ووفر للجزائر احتضان مقر آلية التعاون الشرطي الإفريقي الأفريبول التي تشكل إطاراً لإرساء قواعد العمل الجماعي والتضامن الأمني بين الدول الإفريقية. المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أشاد بالمستوى الكبير الذي بلغه جهاز الأمن الوطني.